السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة مع آسيا. الفيديو ده عبارة عن منيو 8 أكلات تنفع للغدا، جميلة جدا وتشرف في أي عزومة. إن شاء الله هتعجبكم جدا. أول وصفة كده معانا هي فخارة اللحمة أو الطاجن التركي. وصفة جميلة وحلوة جدا وطعمها يجنن. أول حاجة كده معايا اللحمة مقطعاها شرايح صغيرة، طبعا أي نوع لحمة انت تفضليه وتحبيه. لو عارفة ان اللحمة بتستوي بسرعة هتحطي الكلام ده كله على بعضه في الطاجن وتدخليه الفرن. لو حاسة ان اللحمة ممكن هتاخد سوا شوية، اعملي زي ما انا هعمل. في حلة كده معلقتين سمنة، وهنزل كده بشرايح اللحمة اللي مقطعاها. الحلة تكون سخنة جدا علشان اللحمة متفقدش السوائل بتاعتها. اللحمة دي لو ضاني هتستخدميها عادي، هتستوي في الطاجن على طول. هتحطيها كل الكلام ده على بعضه وتدخليه الفرن. لكن انا عارفة ان اللحمة دي مش هتستوي بسرعة، فهعملها على النار الاول عشان الخضار بتاعنا ما يتهريش. نزلت كده بفلفل اسمر ومكعب من المرقة ورشة من القرفة ورشة من الحبهان ورشة كمان من ورق اللورة وبهارات اللحمة، وقلبتهم كده كويس مع بعض. وسبت اللحمة تشرب شوية من السوائل بتاعتها. ضفت كده بصل مكعبات، دي حوالي كده بصلاية. هقلبها كده مع اللحمة كويس. انا مش هحمرها معاه ولا حاجة، انا بس تقلبتين كده، وهنزل بشوية مية سخنين. نزلت كده بحباية فلفل متقطعة مكعبات، وهقلبها كده كويس مع اللحمة والبصل. نزلت كده بحوالي نص كوباية من المية المغلية. هسويها زي كباب الحلة بالظبط، كل شوية هضيفلها شوية مية لحد ما تستوي. وزي ما قلت لو اللحمة بتستوي، عارفة انها هتستوي بسرعة، يعني لحمة كندوز او بتلو، فمفيش داعي لكل ده. هتقلبيها تقلبتين بسيط كده وتنزلي بيها في الطاجن. لكن اللحمة دي انا عارفة انها مش هتستوي بسرعة. هنسويها كده زي كباب الحلة الاول، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا بنهدي النار عليها خالص. هنا كده اللحمة خلاص خدت حوالي 3/4 سوا. اول ما بنوصل كده للمرحلة دي بضيف الخضار اللي انا مقطعاه مكعبات. بتحطي اي خضار انت عايزاه، انا حطيت هنا بصل وفلفل وطماطم وبطاطس. لو عندك كوسة تمام، اي نوع خضار عندك ممكن تقطعيه وتحطيه. انا مش هسويهم كتير، هي بس كده تغلي. اول ما تغلي هفضيها في الطاجن. ضفت كده مكعب من المرقة. ابتدت تغلي كده معانا. اول ما هتغلي هطفي عليها وهفضيها في الطاجن. هنا خلاص كده كانت الخضار مع اللحمة غلي. هفضيه كده في الطاجن ونبدأ نعمل العجينة اللي هنحطها على وش الفخار. هنا الخضار لسه مستواش، هو يدوبك خد غلوة.
هدخلها الفرن تستوي، وبعد كده نشوف العجينة. العجينة سهلة جدا، دقيق وخميرة وسكر وملح. انا عاملة كمية يعني حوالي كده نص كيلو دقيق عشان هعمل منه عيش. بفرد العجينة زي العيش، وبدهنها كده باللبن والسمسم وادخلها الفرن تستوي. العيش ده جنب الاكلة دي بيبقى حلو جدا. بتفردي كده زي اي عيش، تاخدي الكورة كده من غير ما تخمريه ولا اي حاجة، من غير تخمير، بتعجنيها وبعد كده بتقطعيها زي ما انت شايفة كده، بتدوريها كده على قد الطاجن بتاعك. واول ما بيستوي بتخرجيه كده من الفرن، وبتحطي على وشه العجينة اللي فردناها. بندهن الوش كده باللبن، ونرش عليه ونرش عليه سمسم، وكده خلاص الطاجن بتاعنا يكون جاهز. دخل الفرن، يدوبك بتشغلي له كده الشواية بسيط لحد ما يستوي، وما بياخدش وقت. شايفين الطاجن شكله ازاي؟ اللحمة مستوية جدا والخضار كمان، ومش مهري ولا اي حاجة عشان احنا سوينا اللحمة الاول. وده العيش اللي قلتلكم عليه بيبقى طعمه يجنن جنبيه. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. تاني وصفة معانا هي الفطير الشرقي. معانا كده لحمة مفرومة، ممكن فراخ، فلفل، طماطم، زيتون، وبصل، وجبنة. دي جبنة رومي، ممكن تستخدمي اي ميكس. البهارات بتاعتنا فلفل اسود، وبابريكا، ومكعب من المرقة، ورشة من الملح. العجينة عبارة عن دقيق وسكر، معلقة سكر، ورشة من الملح. اعجني الكمية المناسبة ليكي. ده كان حوالي اكتر من نص كيلو دقيق. نزلت كده بالمية الدافية وهعجن كده في العجينة شوية، واول ما تلم هفردها كده على الرخام، وهبدأ اعجن فيها حوالي 5 دقايق لحد ما العجينة تبقى ناعمة ومش بتقطع معانا. كلنا عارفين ان الفطير بيحتاج عجن كتير عشان يطلع طري وما يقطعش واحنا بنفرده. هبدأ كده اعجن فيها كويس حوالي 5 دقايق، وبعد كده هقطعها واسيبها ترتاح. هبدأ كده اقطعها. جبت كيس تلاجة وهبدأ ارص عليه كده كور الفطير. هدهنها كده بالزيت، وهسيبها كده على الكيس لحد ما اخلص الكمية كلها واسيبهم يرتاحوا. كده اتقطعوا. خلصت كده الكمية كلها، هسيبهم كده يرتاحوا حوالي نص ساعة، وهبدأ اشتغل في الفطير. هنزل كده بالبصل، معلقتين من السمنة كده والبصلة بتاعتنا المفرومة، وهنزل باللحمة المفرومة، وهضيف الفلفل الأسمر ومكعب المرقة ورشة من الملح. هقلبهم شوية، وهضيف شوية من المية الصغيرين خالص عشان اضمن ان اللحمة استوت كويس.
اول ما تتشرب اللحمة المية دي هنزل بالخضار بتاعنا، فلفل وزيتون وطماطم، وهقلبهم كده معاها ومش هسيبهم يستووا جامد، مجرد كده تقلبتين وخلاص. هركنهم بقى على جنب وهبدأ نفرد الفطير. طبق كده فيه زيت والطبق التاني فيه سمنة او زبدة، هنضيف كده شوية من الزيت ونبدأ ناخد كورة كورة ونفردها. بفرد بالزيت بس، لو فردت بالسمنة هتتقطع، السمنة هتبقى بين كل طبقة وطبقة. يعني اول حاجة كده بحط شوية زيت على الرخامة، واحط كده اول كورة مقطعاها، وهنفرد كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بدهنها بالسمنة وابدأ اطبقها. هنضيف كده شوية من اللحمة المفرومة والخضار بتاعنا، ورشة كده من الجبنة، وهبدأ كده اقفل الكورة دي، وهبدأ كده اقفل الفطيرة بتاعتي بين كل طبقة وطبقة سمنة. دي اول طبقة اللي فيها الحشوة، هركنها كده على جنب، وهفرد الكرة التانية بالزيت في الاول وبعد كده السمنة. ما تقلقوش لو اتقطعت كده مفيش اي مشكلة، كل الطبقات دي هتتدارى. بعد ما فردتها حطيت فيها اول كرة اتفردت وفيها الحشوة، هفرد كده التالتة، وهحط كده اللي احنا فردناهم مع بعض وفيهم الحشوة في قلبها. كده فطيرة جوه فطيرة، دول حوالي 3 في بعض. ممكن تكتري عن كده، يعني الطبقات على حسب اللي يريحك. انا خليت الفطيرة عبارة عن 3 طبقات، طبقة فيها الحشو والطبقتين التانيين في قلب بعضهم. هاخدها كده احطها في الصينية واسيبها ترتاح. ما تفردهاش في الصينية على طول عشان هتبدأ تكش معاكي، لازم ترتاح شوية في الصينية وبعد كده تفرديها. من ما تخلصي كمية الفطير اللي معاكي هيكون اللي في الصواني ارتاح. هكرر نفس الخطوات، بفرد كده كورة واضيف الحشوة واقفل عليها، وابدأ احط كده فطيرة جوه فطيرة.
دي اول واحدة احنا خلصناها، خلاص كده ارتاحت. شايفين بتتفرد بكل سهولة في الصينية عشان خدت الوقت الكافي ليها. فردتها كده وحطيتها على وشها سمنة ودخلتها الفرن. هعمل كده في الباقي. كل اللي بتفرديه في الصينية تسيبيه يرتاح شوية، بعد كده تفرديه كويس في الصينية وتدهني وشه سمنة وتدخليه يستوي في الفرن. ودي التانية، ودي تالت واحدة. شايفين الفطير بعد ما خرج مورق وجميل ومنفوخ وطري جدا، وطعمه والله العظيم يجنن. جربوه كده وان شاء الله هيعجبكم. شايفين الطبقات وطري مش ناشف. تالت وصفة معانا هي المكرونة البشاميل. هنغلي كده مية ونحط فيها كده معلقة من الزيت ومن الملح، وهنضيف المكرونة بتاعتنا وهنسيبها تتسلق. المكرونة هنا استوت 3/4 سوا بس، عشان لما تستوي في البشاميل ما تعجنش. صفيتها وغسلتها بمية باردة وسبتها على جنب. معلقتين كده من السمنة وبصلاية، هقلبهم شوية كده وهنزل باللحمة المفرومة. هقلب كده اللحمة مع البصل. ضفت كده رشة من الملح ومكعب من المرقة ورشة من الفلفل الأسمر. هقلبهم كده مع اللحمة. انا ما بحبش احط بهارات كتير في العصاج بتاع البشاميل. قلبتهم كده كويس ونزلت بعصير طماطم. عصير الطماطم مع العصاج بتاع البشاميل بيبقى حلو جدا يا جماعة، وطبعا كل واحد وذوقه، بس جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. ضفت كده رشة من السكر ورشة من الملح كمان، وهسيبهم كده يتسبكوا كويس. هنعمل كده البشاميل. دول حوالي 4 معالق من السمنة كبار. هنزل كده ب6 معالق من الدقيق. الكمية دي هتكفي حوالي كيلو الا ربع من المكرونة، هتعمل معاكي صينية كبيرة. هنا العصاج خلاص استوى وطفيت عليه. هنبدأ كده نقلب كده الدقيق مع السمنة كويس لحد ما ياخد لون بسيط كده، وننزل عليه باللبن. بقلب بالمضرب السلك عشان يسهل عليا الموضوع. اول ما ياخد لون ذهبي خفيف هبدأ انزل باللبن.
نزلت كده بكيلو وربع من اللبن. اللبن ده بارد. هقلب كده كويس. هضيف كده رشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح، وطبعا مش هسيب البشاميل عشان ما يكتلش. هقلب كده لحد ما البشاميل يغلي، وبعد كده هطفي عليه. ابتدى خلاص يغلي اهو. هنا كده خلاص ابتدى يغلي ووصل للقوام اللي انا عايزاه. هطفي النار عليه وهنبدأ بقى نرص الصينية. في الصينية كده هضيف المكرونة بتاعتي كلها، وعليها شوية من البشاميل، ومعلقتين كبار كده من التسبيكة اللي احنا عملناها. الخطوة دي بتدي طعم المكرونة يجنن. هقلبهم كده كويس. بعد كده هقسم نص المكرونة في الصينية اللي هنحطها فيها، والنص التاني هنضيف اللحمة بعد كده نضيفه على الوش. هنفرد كده التسبيكة بتاعتنا كويس. هنفردها كده في الصينية. يا جماعة احنا ما بنحبش اللحمة كتيرة في المكرونة، فطبعا انتي الكمية دي براحتك خالص. ضيفي كمية اللحمة اللي تريحك. ضفت كده النص التاني من المكرونة. يعني اول حاجة كده خلطت البشاميل على المكرونة كلها، شوية من البشاميل على المكرونة كلها، ومعلقتين من التسبيكة اللي احنا عملناها. وبعد كده قسمت المكرونة نصين، نص في الأرضية بتاعت الصينية، والنص التاني بعد طبقة اللحمة. هجيب كده بيضتين وهضيفهم بقى على باقي البشاميل، وهضيف كده رشة من الفلفل الأسمر، وهضربهم كويس واحطهم على وش المكرونة. طبعا برضو خطوة البيض دي اختياري. ممكن في المرحلة دي تضيفي عليها جبنة. بعد ما تحطي البشاميل تديها كده رشة من الجبنة، هتدي برضو لون حلو. هندخلها كده الفرن نص ساعة كده في الفرن، وان شاء الله هتبقى جميلة جدا. ده شكل المكرونة كده بعد ما خرجت. جربوها بالطريقة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم جدا. رابع وصفة معانا وهي الكشري. والكشري هعمله معاكم بطريقة المطاعم، وسر طعم صلصة المطاعم بالظبط. ان شاء الله هيعجبكم جدا. شوفوا معايا الخطوات وان شاء الله هيعجبكم. اول حاجة كده بجيب الحمص بنقيه وبنقعه حوالي ليلة كاملة، وتاني يوم هبدأ اسويه. هنا كده انا كنت نقعته ليلة،
هضيف عليه كده مية وهبدأ ان انا اسويه. العدس برضو بيتنقى حوالي ربع ساعة وبتعلقي عليه على طول. اول كده ما تغلي، اول ما الحمص يغلي كده باخد الريمة اللي على الوش، بضيف كده فصوص من الثوم مقطعه صغير ورشة من الملح ورشة من الكمون، وبقلبهم كده كويس، وهوطي على العدس وهغطيه. نفس الكلام هضيف توم، فصوص توم متقطعه شرايح، ورشة من الملح والكمون بس لما تستوي، لان الحمص بياخد وقت عن العدس. هنا كان لسه العدس بيتشرب. دلوقتي هنحمر الشعرية، شوية زيت كده، والشعرية طبعا الكمية بتحطي كل حاجة على حسب عدد افراد اسرتك. هنقلب كده الشعرية لحد ما تتحمر. العدس هنا خلاص اتشرب. طبعا المية في العدس بنحطها زي الرز، وكل شوية بتشوفيه بتوطي عليه، وكل شوية بتشوفيه لحد ما يستوي، تهدي النار عليه وتشوفيه لحد ما يستوي. كده خلاص استوى. هنضيف كده الرز ده مغسول ومتصفي. هنضيف كده المية المغلية والملح ونقلبهم ونوطي على الرز ونسيبه يستوي. اول ما يغلي بنوطي عليه وبنسيبه يستوي. كده خلاص الرز استوى. في الوقت ده وانا بجهز مية عشان المكرونة. دلوقتي هنعمل الصلصة بتاعتنا. بضرب عصير الطماطم في الخلاط عادي وبدون اي مواد دهنية، بنزل في حلة سخنة مولعة نار، انزل بعصير الطماطم ده واسيبها تغلي شوية. البهارات بتاعتنا ملح وشطة وبهارات. البهارات دي عبارة عن حبهان، ورق لورا، ورشة من جوز الطيب، وكمون، ورشة من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. هضيف كمان معلقتين من الصلصة. كل اللي انا هعمله هسيب الطماطم مع التوابل دي تتسبك بدون اي دهون. هنا كان الحمص خلاص استوى، عصرت عليه عصرتين ليمون وضفت له الملح والكمون. ما نحطش الملح قبل ما يستوي، ما نحطش الملح قبل ما يستوي علشان ما ياخدش وقت طويل على النار. اول ما الحمص يستوي اضيف الملح. هنا الصلصة خلاص اتسبكت. بقطع كده البصل جوانح رفيعة خالص، وبديه كده رشة من الدقيق ورشة من الملح، وهنزل بيه كده في زيت سخن. وبنسلق المكرونة طبعا. هنا كده البصل هنقلبه كده في زيت سخن. الدقة عبارة عن ربع كوباية من المية، عليها شطة وكمون وملح، وربع كوباية من الخل. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم لحد ما نضيف عليهم طشة الثوم. كل ده يا جماعة انا معلقة عليه مع بعض، يعني مشغلة كل عيون البوتاجاز، فكده ما بياخدش وقت وان شاء الله بيطلع حلو جدا.
رشة الدقيق سر القرمشة واللون بتاع البصل. بلاش نشا، النشا بيخليه يتحرق. وطول ما انت واقفة جنب البصل لازم تقلبيه علشان كل البصل ياخد نفس اللون. دلوقتي المكرونة بتتسلق. المكرونة الاسباجيتي بكسرها على 4، وكمان استخدمت المكرونة المرمرية الصغيرة. اي نوع مكرونة بتسلقيه. انا استخدمت هنا المكرونة الاسباجيتي والمكرونة المرمرية. شايفين البصل لونه حلو جدا ومقرمش، وما تطلعهوش على ورق مطبخ او مناديل علشان ما يبقاش طري. تاخديه كده من على النار على الطبق على طول. هنا بضيف معلقتين كده من الزيت ومعلقتين من الثوم المفروم، وده بقى سر طعم الصلصة بتاعت الكشري، نفس الطعم بتاع بره بالظبط. بنقلبهم كده زي طشة الملوخية بالظبط. هنقلب كده الثوم مع الزيت، وهضيف كده رشة من الملح. باخد كده الثوم ده وبنزل كده بيه على الصلصة. الحركة دي بتدي نفس طعم المطاعم بالظبط. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم جدا. باقي شوية من الثوم كده في الطاسة، طشيتهم بشوية من الدقة اللي كنا عاملينها، ونزلت بيها تاني على بقية الدقة. بالنسبة بقى لدقة الشطة، انا باخد معلقتين من الصلصة اللي كنا عاملينها حالا دي، وبضيف عليها معلقتين كبار من الشطة، بقلبهم مع بعض مع معلقة زيت، ودي بتبقى دقة الشطة. شايفين بقى الكشري وجماله؟ جربوه بالطريقة دي ومستنية رأيكم في التعليقات. خامس وصفة معانا وهي الحمام الكداب. شايفين شكله حلو جدا، وبعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة، وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة كده بجيب الفريك بنقيه وبغسله كويس وبسيبه منقوع حوالي 4 ساعات. اول ما الحباية تنفش كده خلاص كده بتأكد ان هو اتنقع كويس. بصفيه كده من مية النقع، وبجيب بصلاية ومعلقتين سمنة، اقلبهم كده شوية، وبنزل بالفريك ده بقلبهم شوية. وبعد كده بضيف مكعب من المرقة، ورشة من بهارات اللحمة، ورشة من الفلفل الأسمر، وبزودهم كده مية مغلية وبسويهم زي الرز. هنبدأ كده نخلي الوراك بتاعتنا. بجيب كده سكينة بتكون حادة كده، أهم حاجة السكينة تكون حامية معاكي، وبتجيبي كده من عند العظمة اللي عند الدبوس، بتفتحي كده بالسكينة وبتكسري العظمة، وتبدأي ان انت تشيلي الحتة اللي بتبقى في آخر العظمة دي. هتتكسر معاكي بكل سهولة. وهتكسري كده الحتة اللي من فوق، العظمة اللي من فوق، وتفتحي كده من النص برضو وتشيلي العظمة اللي في النص. طبعا انا مش عارفة اشرح لكم كده بالكلام، الفيديو موضح.
بتحاولي كده تسلكي من تحت الجلد وبتكسري العظمة اللي من فوق. خلاص هو كده اتخلى معانا. بعد ما غسلت الوراك بتاعتنا بالخل والليمون والملح، بصفيهم وبضيف عليهم كده رشة من الفلفل الأسمر، ورشة كده من جوز الطيب، ورشة من البهارات، وبجيب كده بصلاية مفرومة ناعم جدا، وبقلبها كده على الوراك، واسيبهم كده يتنقعوا شوية مع بعض وياخدوا من التتبيلة. وبعد كده هنبدأ بقى نحشيه. هسيب كده الوراك تتبل في البصل والبهارات، وبعد كده هبدأ احشيها. هنبدأ كده نحشي الوراك. بجيب كده كمية كده من الفريك، طبعا بعد ما استوى بسيبه يبرد، وهبدأ بقى احشي بيه كده الوراك. بنحشي كده من عند الدبوس كأنك بتحشي بالظبط زي الحمام بالظبط. بتدخلي كده الفريك كده جوه الدبوس كويس، وبتحطي كمان في الاول كده وفي النص زي الساندوتش، كأنك بتحشي ساندوتش بالظبط. انا هستخدم الخيط في قفيله. لو عندك ورق استرتش وورق فويل ممكن تحطي برضو الورق الاسترتش، تلفيها كده زي الساندوتش الاول، بعد كده تحطيها في ورق استرتش، وبعد كده تلف عليها ورق الفويل. بس صراحة الطريقة دي حلوة جدا ومفيش منها قلق. الورق الألمونيوم برضو بيتفاعل في المية، مش صحي ابدا. فاستخدم كده الخيط، انا بلف كده حواليها، اروح وارجع كده عليها لحد ما تتلف وتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل كده واحدة تاني. بنحشي الدبوس في الاول، وبعد كده بنحشي كده كأننا بنحشي ساندوتش، وبتقفلي كده عليه كويس، وبتجيبي الخيط وتبدأي بقى تلفي كده حواليه كذا مرة كده عشان يبقى متماسك. وما تقلقيش مش بيفك في الحلة ولا اي حاجة. هخلص كده كمية الوراك اللي عندي بنفس الطريقة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه.
خلصت هنا كمية الوراك كلها. معلقة بقى على المية المغلية، هنسلقها زي ما بنسلق اي حاجة، زي الفراخ والحمام بالظبط. بنفض اي فريك كده عليها عشان ما تعملش الشوربة. اول ما المية تغلي بنزل كده بالوراك، وبكون مقطعة طماطمايه وبصلايه ورشة من الفلفل الاسمر ومكعب من المرقة وحبهان زي الشوربة العادية بالظبط. هنسيبهم بقى يتسلقوا ونشوف هنعمل ايه. على فكرة ما بياخدش وقت كمان في التسوية، زيه زي الفراخ بالظبط. شايفين مفكش في الحلة ولا اتهرى ولا اي حاجة. هطلعه بقى من الشوربة كده وهحمره بالخيط زي ما هو. كده بعد ما اتسلق هديله كده رشة من الملح والفلفل الاسمر، وهبدأ ان انا احمره بالخيط. بعد ما يتحمر ويبرد شوية هفك منه الخيط. ده شكله بعد ما خلص، شكله حلو جدا وطعمه يجنن. جربوه بطريقته وان شاء الله هيعجبكم جدا. خامس وصفة معانا وهي البيتزا بالفراخ. عملت معاكم قبل كده البيتزا. مقطعة كده طماطم شرايح وفلفل شرايح وزيتون اسود مخلي. والصلصة هنا عبارة عن صلصة جاهزة، حط عليها معلقتين من الخل ومعلقتين من السكر ومعلقتين من المية ومقلبهم كويس مع بعض. ممكن كمان تضيفي رشة من الزعتر ورشة من الفلفل الأسمر عليها ورشة كمان من الثوم البودر. مقطعة هنا الفراخ، ضايفة عليها بصل بودر وثوم بودر وبابريكا وفلفل أسمر ومكعب من المرقة، ومقلباهم كده مع بعض. وهنزل بيهم كده في طاسة سخنة مع معلقتين من السمنة. هسيب الفراخ تتبل شوية وهنعمل العجينة. ده حوالي كده نص كيلو دقيق، معلقتين من الخميرة، ضيفوا عليهم كده معلقة كبيرة من السكر ونص كوباية من المية. وأول ما تعلى كده معانا الخميرة وتفور هنزل بيها على الدقيق. ضفت كمان بيضة ومعلقتين من الزيت، وهنزل كده بالمية الدافية. هنعجنها كويس وبعد كده نسيبها تخمر. كده لمت معانا العجينة، هبدأ بقى أعجن فيها كويس على الرخامة لحد ما العجينة تبقى طرية جدا وملمسها ناعم. بعد ما عجنتها كده 5 دقايق هنسيبها بقى تخمر. هغطيها واحطها في مكان دافي واسيبها تخمر. في طاسة كده حطيت معلقتين من الزيت او معلقتين من السمنة، انزل كده بالفراخ اللي انا سبتها تتبل. ما بحطش فيها بصل فريش خالص، ما بحطش فيها بصل فريش، بعتمد على البهارات اللي انا حطيتها بس. هضيف كده شوية من المية وهوطي عليها النار لحد ما تستوي. البهارات اللي انا حطيتها الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ورشة من القرفة ورشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح ومكعب من المرقة. ضفت كمان هنا رشة كمان من الفلفل الاسمر وهوطي النار عليها لحد ما تستوي.
خلاص كده الفراخ هنا استوت، هطفي عليها النار وهنبتدي بقى نفرد العجينة. شايفين اختمرت بقت حلوة جدا. بهبطها كده من الهوا وهبدأ كده اخد منها جزء وهفرد على قد الصواني بتاعتي. بضيف كده رشة من الدقيق عشان تسهل عليا الفرد. بضيف كده رشة من الدقيق وافردها على قد الصينية، طبعا بالسمك اللي انتي تفضليه. اللي بيحبها تخينة بتخلي سمكها حوالي اكتر من سنتي، ولو بتحبيها رفيعة بتخليها في حوالي نص سنتي. بدهن كده الصينية بالزيت وبديها رشة من الدقيق عشان ما تكشش معايا وانا بفردها. فردتها بالشكل دوا واديتها كده زي حز كده في الجوانب. هنضيف كده الصلصة بتاعتنا، هنفردها كده كويس على وش البيتزا. وهنضيف بقى الفلفل والطماطم والزيتون. وانا هنا كده مولعة الفرن وسخنت جدا. طبعا مش بنحط الجبنة غير بعد ما تستوي علشان الجبنة ما تتحرقش وتبقى هي لسه نية. اول ما بتستوي بطلعها اديها كده رشة من الجبنة وكده بدخلها تاني كده الجبنة تسيح وبخرجها. حطيت هنا الفراخ والزيتون، ممكن تعمليها طبعا باللحمة بأي حاجة انت بتحبيها. ده شكلها كده بعد ما خرجت. سمك العجينة انت اللي بتتحكمي فيه، وطبعا لونها دي كده زي البيتزا الإيطالي بالظبط. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم جدا. سادس وصفة معانا وهي الفراخ المشوية. هنشويها كده في الفرن، وكمان هنعملها على البوتاجاز، وهنشوف بقى الطعم والشكل طالع ازاي. اول حاجة كده انا بغسل الفراخ كده بالخل والملح والليمون. بضيف كده بصلاية مفرومة مع حوالي فصين من الثوم وعصير طماطمايه. هقلبهم كده مع بعض وهنزل بفلفل اسمر وبهارات فراخ ورشة من الملح ورشة كده من الخل وحوالي معلقة كمان من الزيت. هقلبهم كده في التتبيلة واسيبهم كده حوالي ساعة ساعتين. كمان هتبيتيها في التلاجة لتاني يوم، بتبقى طعمها حلو جدا. كل ما بتتنقع في التتبيلة كل ما بتبقى طعمها حلو. سبتها كده تتبل، رصيتها كده في الصينية. دي انت لو عايزة تعمليها كده على البوتاجاز بتخليها صحيحة زي ما هي، مش لازم تقطعيها. انا يا دوب بشرح كده الصدر كده من فوق، وبنغص كمان الوراك علشان اضمن انها تستوي بسرعة. بحطها كده على البوتاجاز. اول ما بتغلي ببدأ ان انا اقلب فيها كل شوية. هغطيها شوية وبعد كده هقلب فيها. اول ما تغلي شوية كده هبدأ ان انا اقلب الفراخ. بتضيفي نص كوباية من المية. كل ما تحس ان المية نقصت شوية بتضيفي شوية صغيرين، يعني كل الكمية اللي بتضيفيها، يعني كل كمية المية اللي انت بتضيفيها حوالي نص كوباية. هنا كده كنت بزود شوية من الملح
لان انا ما بحطش ملح كتير وهي في التتبيله عشان ما تنشفش معانا وتبقى صعبه في التسويه. اول ما بحس انها خلاص قربت تستوي بضيف شويه من الملح، بظبط ملحها يعني. وهنا كنت زودت كمان شويه من الميه، وكل ما تغلي ابتدي اغطيها واقلبها على الناحيه التانية. هسيبها بقى تستوي وتشرب كل الميه بتاعتها. هنا كده ابتدت تتشرب الميه خلاص، كده سبت فيها صوص خفيف خالص عشان ادهن بيه الوش وادخلها الفرن. الطريقه التانية ان انت بتخلي الفراخ من العظم وبتحطيها في شبكه وفوق صينيه كده وبتشويها في الفرن. والطريقه دي برضو على البوتاجاز بتبقى سريعه جدا. دهنتها كده بالصوص اللي سبته ده، وادخلها الفرن بقى تتحمر. طبعا بكون بجهز هنا كده فحمايه عشان تاخد طعم الفحم. وهنا كده كنت بعمل رز بشعريه، هقدم معاها كده سلطه وطحينه والرز. الطريقه دي حلوه جدا وبتطلع نفس طعم المشويه بالظبط. ممكن تدخليها الفرن زي ما قلتلك كده، تخليها وتدخليها الفرن، وممكن تدخليها الفرن زي ما هي كده تغطيها وتدخليها كده من تحت في الاول، بعد كده اول ما تتشرب المية بتاعتها تولعي الشواية. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. حطيتها كده، حطيت لها كده فحماية وهغطيها عشان تاخد من طعم الفحم. الطريقة دي بتبقى حلوة جدا لو مستعجلة. قدمت كده معاها الرز والطحينة والسلطة، وان شاء الله هتعجبكم جدا. الفراخ بتبقى مستوية جدا وطرية وطعمها حلو جدا. اخر اكلة معانا وهي الحواوشي، هعمله بطريقة بتدي نفس طعم الحواوشي بتاع بره بالظبط. معانا كده لحمة مفرومة، ده حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عليه ربع كيلو بصل مفروم ناعم، وحوالي 3 حبات من الفلفل. البهارات بتاعتنا فلفل اسمر وملح وشطة وبابريكا ورشة كبيرة من القرفة ورشة من بهارات اللحمة. هقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما تبقى اللحمة مع الخضار ده بتبقى ناعمة جدا. هضيف كده كمان معلقة من السمنة وهقلبهم كده مع بعض واسيبها ترتاح شوية. بتعجنيها كويس جدا كده لحد ما تبقى ناعمة بالمنظر ده. بتفتحي كده العيش وهتبدأي بقى تحشي الحشوة دي. هتفردي كده بالمعلقة، تحطي كده طبقة مناسبة كده من اللحمة، بتبططيها كويس كده في رغيف العيش. نعمل كله كده بنفس الطريقة ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنا كده انا خلصت كل الكمية. شايفين ما شاء الله من ربع كيلو لحمة عملنا كمية العيش دي كلها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى طاسة كده ونحط فيها كده معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين كبار كده من الزيت،
وهنبدأ بقى نحمر فيها العيش. الطريقة دي بتدي نفس طعم الشارع بالظبط. هنبدأ بقى نقلب كده العيش يمين وشمال كده لحد ما ياخد اللون الحلو واللحمة كده جواه تستوي، يبقى طعمه يجنن. احلى بقى من انك تدهنيه كده وتدخليه الفرن وتحطيه في ورق والكلام ده كله. الطريقة دي حلوة جدا، بس طبعا اللي بيعمل دايت مش هينفع معاه الكلام ده خالص. بس زي ما احنا كلنا عارفين كده ان الحواوشي بيبقى دسم، واهم حاجة فيه الدهون بصراحة. انا جربته كتير ودي احسن طريقة بتدي طعم الشارع بالظبط. بعد ما بيتحمر كده انا بجيب كده حلة وبحط فيها العيش وبغطيها عشان يبقى طري معانا. وبعد ما بخلص الكمية كلها بولع فحماية وبحطها في قلب الحلة واقفل عليها عشان تاخد من طعم الفحم ويبقى طعمه كده زي ما بنشتريه بالظبط. شايفين شكله عامل ازاي؟ بيبقى جوسي جدا وطعمه زي ما بنجيبه كده من المطاعم بالظبط. شايفين بقى الشكل؟ طعمه يجنن. جربوه بالطريقة دي وقولولي في التعليقات رأيكم. كده انا خلصت معاكم الفيديو. اتمنى بقى الوصفات تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.